ركز معايا. دايما بيتسأل لي سؤال: ليه يا دكتور مادام انت بتقول ان الطرابيش اللي هي البورسلين على معدن كويسه ما فيش مشاكل منها، ليه ما بتشتغلهاش؟ ليه دايما بتروح للزيركون او الايماكس؟ عشان ارد على السؤال ده هحكي لك قصه صغيره كده. مره واحده جات لي عندها طربوش عاملاه بقالها 6 شهور تقريبا، قلت لي الطربوش ده مضايقني وانا عايز اغيره. ابص على الطربوش يمين شمال، الطربوش كويس، مشكلته بس انه ضخم شويه، كبير حبتين، لكن هو مش عالي، يعني قفلتها مظبوطه وكل حاجه مظبوطه، بس الطربوش ده كبير شويه. فيا ست الناس انت كمان، وهي كمان كانت مسافره يعني مفيش وقت، يا ست الناس الطربوش كويس مفيش فيه مشاكل، حاولي تعودي عليه، بس حرام تبقى فلوس على الارض. وهي لا، الطربوش ده مضايقني انا عايز اغيره. ماشي خلاص، شلنا الطربوش وظبطنا التحضير وخدنا مقاس جديد بالسكانر، تمام، وبعتناه للمعمل. المعمل صممه على الكمبيوتر زي ما احنا متفقين قبل كده، واتخرط بالكمبيوتر وبعتهولي تاني. بس الطربوش الجديد طبعا زيركون حطيته لها، وهي تمام كده، تمام خلاص. بعد فترة رجعت بتقول لي انا عايز اغير كل الطرابيش اللي في بقي اللي هي البورسلين عليها معدن. ليه؟ ده مظبوط مفيش فيه مشاكل، ما هوش ضخم، مش مضايقني، مظبوط مع اللثه، مفيش فيه اي مشاكل. وهنا بقى الفكره من الكمبيوترايزد، ان كل حاجه معموله بالكمبيوتر، كل حاجه متصممه بالكمبيوتر، والتدخل البشري اقل ما يمكن. هنا انا مش معتمد على ايد الفني، هنا انا مش معتمد على البروسيس الطويله اللي بتحصل فيها تكوين المعدن والبورسلين. هنا انا معتمد بس على التصميم الصح على الكمبيوتر وعلى السكانر، وانه يلقط الامبريشن بتاعي او المقاس بتاعي بشكل مظبوط. لكن البروسيس التانية الطويلة اللي بتطلع لي البورسلين على معدن مش موجودة هنا. ولذلك انا دايما بقول ان الزيركون افضل، وان الايماكس افضل وادق واحسن كتير. عشان كده انا ما بروح لهمش، انا ما بروحش للبورسلين عليه معدن، ودايما بروح للزيركون وعليه او الزيركون والايماكس. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز مقاس لطب الاسنان. لو عندك اي اسئله تانية سيبها لي في الكومنتس ورد عليك باذن الله.